السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية بهني النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي وكل محبين النادي الأهلي بحصوله على كأس السوبر. طبعا بالنسبة للمباراة يعتبر المدرب أحيا فريق النادي الأهلي من جديد. بالنسبة للمدرب فكر عالي، ترتيب أوراق مظبوطة. بالنسبة للاعبين عرف ازاي يصنف اللعيبة في أماكنهم، عرف ازاي يعيد توزيعة اللعيبة من جديد بعد ما كانت هو الأهلي دلوقتي يعتبر ما حصلش على صفقات، يعني خالي من الصفقات السنة دي، ما يعتبر ما حققش صفقات، يعني هم نفس اللعيبة. بالرغم من كده، وده كان كلامنا في البداية على موسيماني، ان مش ده المدرب اللي ينشأ فريق، حتى لو الفريق امكاناته محدودة. حس ببصمات المدرب في الفرقة. طبعا كولر حسينا ببصمات واضحة من اول مباراة بصراحة. ترتيب لعيبة صح، وقوف لعيبة صح، وظف اللعيبة في اماكن. يعني بالنسبة لمحمد هاني النهاردة، بالنسبة للنادي الاهلي وهو بيلاعب الداخلية، محمد هاني يعتبر المكان ده المساك من احسن اماكن محمد هاني. خلاص بالنسبة للباك اليمين، خلاص باك يمين بالنسبة لمحمد هاني فهو وظف التوظيف الصح. بالنسبة لكريم فؤاد، هو ده كريم فؤاد. كريم فؤاد ما ظهرش قبل كده لانه اصلا كان المدرب مش عارف بيلعبه فين، ملهوش مكان معين. هو ربطه في الباك اليمين واصر ان ما يتحركش، هو ورا، ما يقدرش يطلع قدام، ما يعرفش يبني هجمة. شوية باك شمال، شوية خط النص. المدرب هو اللي عمل كريم فؤاد. وكريم فؤاد هتشوفوه في الدوري السنة دي مين هو كريم فؤاد وامكانيات كريم فؤاد. تاني حاجة بالنسبة لمباراة النهاردة، نتيجة طبعا سكور عالي، مباراة ممتازة فيها كورة وفيها لعيبة. الناحية اليمين دلوقتي اخطر ناحية الاهلي بيلعب فيها، الوينج اليمين بالنسبة لأكرم وكريم فؤاد، دول أخطر جهة بالنسبة للنادي الأهلي. هي كل شيء، هي المحور الرئيسي في الهجمات بتاع النادي الأهلي. بس أنا مع احترامي لكيان النادي الأهلي وفرقة النادي الأهلي، الأهلي ينقصه مهاجمين، مع احترامي الكامل. مش محمد شريف ولا حسام حسن، مش هم دولت فراودة نادي الأهلي، مش هم دول. ما ينفعش ان دولت يبقوا مهاجمين نادي الأهلي. من انصاف الفرص لما كريم فؤاد يجيب النهارده هدفين ويعمل اسيست الاثنين، كريم فؤاد مكانه فين؟ فين الفراوده؟ ده يحسسك انه في خلل في الفراوده، مفيش مهاجم في النادي الاهلي. يا ريت النادي الاهلي بسرعه يشوف مهاجم صريح هداف. تاني حاجه، النادي الاهلي خالي من المحترفين. سافيو مع احترامي الكامل مش هو ده، مش لاعب نادي الاهلي ده. جاب جون في الزمالك فرحنا وهللنا، فين هو دوره؟ اي واحد، يعني احنا دلوقتي كريم فؤاد ما لعبش مثلا وجاب جون، يبقى هو خلاص هو الفرقه.
كريم فؤاد نجم لانه ظهر لعيب قبل ما يبقى هداف. الراجل ده وضعه في الملعب، بيمسك كوره، بيوزع كوره، بيجري في مراوغ، في مميزات اللعيب. فين سافيو؟ ممكن كل ربع ساعة يظهر اسمه. فين هو؟ دوره فين؟ ده لعيب نادي الاهلي المحترف؟ مفيش. يا ريت يا ريت. الزمالك النهارده خسر 2 بونت كبدايه، والاهلي دايما معودنا ان لما بيستمر في الانتصارات، لو خسر ماتش اعرف ان الاهلي فيه حاجه غلط، الدوري بينسحب منه. لان الاهلي ولا عودنا على تعادلات ولا على خسائر. فيا ريت بدايه خير كده من بدايه الموسم. الزمالك تعثر النهارده في 2 بونت من انبي، فرصه النادي الاهلي مع نشوه انتصاره في كاس السوبر وفوزه اليوم. المفروض الاهلي يستمر على الفوز على طول، ما يفرطش ولا ببونت. فرطت ببونت خلاص. وانا معلش في نشوة الانتصار ديت لازم برضه لينا واقفة. الانتصار ما ينسيناش، ما خليناش ننسى الاخطاء. مع احترامي الكامل تاني، محمد فخري معقول، سافيو، محمد شريف، ومحمد اشرف الباك الشمال، مع احترامي الكامل. طبعا انا عارف المدرب لعبهم ليه النهارده، لان الماتش مش تقيل بالنسبه لمحمد اشرف ومحمد فخري. وانا مبسوط جدا من فكره عالي جدا. عارف كل مباراه ولها ناسها، وعارف امتى يقلل وامتى يزود. الحاجه الكويسه اللي النادي الاهلي بيعملها بنسقف له. مدرب 10/10/10، ممتاز فوق الممتاز، فكر عالي هادي، تحس تقيل، مدرب تقيل. الف مبروك للنادي الاهلي الفوز، والف مبروك للنادي الاهلي كاس السوبر، والف مبروك للنادي الاهلي المدرب. بس يا ريت يعيد حساباته في المحترفين، ويعيد حساباته في الفراوده الهداف. عايزين واحد هداف، الكره اللي تجيله تكون هدف، مش كل 100 فرصه يجيب فرصه. وانا اسف ان فرحه الفوز ديت بنقول ان في اخطاء، فالاخطاء عشان تعلمنا. وبهني الجماهير مره تانية وتالتة ورابعه، لان الجماهير الاهلي تستحق اكتر من كده كتير. الف 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 مبروك فوز النادي الاهلي، وبدايه خير باذن الله. شكرا.